السلام عليكم اخواتي، يسعد اوقاتكم. بدنا نعمل بسبوسة براونيز على طريقة الشيف ابو معاذ. هلا عنا اول شي هون المقادير: 300 جرام سميد، 150 جرام سكر بودرة، عنا 4 بيضات، عنا 40 جرام كاكاو، 20 جرام نسكافيه، عنا علبتين جيمر. الجيمر مو يعني مو ضروري جيمر، اي نوع قشطة عنا. هي 125 جرام، نحن بحاجة 250 جرام يعني علبتين. 10 جرامات بيكنج باودر، 10 جرامات فانيلا، و200 جرام زيت. تمام. هدول بيطلعوا. هلا هو مثل ما حكينا خلطنا السوائل لحال، هلا بدنا نخلطهم مع بعض. حطينا هون النواشف اللي هو الطحين والسكر والنسكافيه والكاكاو والبيكنج باودر، حطيناهم مع بعضهم. كمان هلا شو بدنا نخلطهم مع بعض وبعدين نعجنهم. فرجيكم الطريقة، يلا تفضل. هلا هون خلطنا المقادير كلياتهم مع بعض، وهي السوائل خلطناهم، بنضيفهم فوق بعض وبنعجنهم. هلا بنخلطهم بداية كتير منيح مشان المكونات كلها تتجانس مع بعضها. بعد ما نتأكد انه كل المكونات تجانست مع بعض، بيكون قوام العجينة عندي بهذا الشكل. شايفين كيف؟ هيك بيكون قوام العجينة. بنصبها بالصاج. نفردها بشكل كتير كويس، وبعد ما نفردها بالصاج بشكل متساوي، كل العلاوات تكون علاوة واحدة، بندقها دقتين هيك على الطاولة مشان تتساوى. هلا هي هيك جاهزة، بنحطها على فرن حرارة 180. هلا هيك اخذت 20 دقيقة، 20 دقيقة بالضبط اخذت. بنعطيها وهي سخنة، بنعطيها هيك رشة قطر خفيفة، رشة قطر خفيفة خفيفة جدا، شايف؟ وان شاء الله بس تبرد بنقطعها وبنفرجيكم اياها. وهلا بعد ما بردت تمام، بنزينها طبقة من النوتيلا. بعد ما دهناها نوتيلا قطعناها، نزينها اختياري بفستق حلبي، بأي شيء بدك اياه ممكن تزينها فيه، بسكوت مثلا، يعني هي اختياري. وهلا بنقطع لكم اياها وبندوقكم اياها. وهلا القطعة صار شكلها النهائي هيك، طراوتها رهيبة والقطر فيها خفيف كتير. مندوق طعمتها مع بعضنا. عن جد انها رهيبة، رهيبة جدا. بنصحكم انه تجربوها وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات.